السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلب اخواتي، عاملين ايه؟ النهارده باذن الله هنعمل كده اكله سهله مع بعضينا. دي كفته الحاتي، انا جايباها جاهزه من عند الراجل اللي بنجيب منه المشويات، يعني ولا محتاجه ملح ولا بصل ولا اي حاجه، هي بيبقى فيها كل حاجه. هي يا حبايبي بتبقى جاهزه من كله، يا دوبك على التصبيع بس والسوا. انا بعملها بطريقه جميله قوي كاني جايباها من عند الراجل بالظبط. هوريكم الخطوات، بس قلت اوريكم الاول الحاجه. عشان تصبعيها محتاجه ميه، يعني تبلي ايدك ميه علشان ما تلزقش، وعلى تراعي المعلقه وبنصبع عشان خاطر ايه، يبقى داخلها هوا كده وتبقى حلوه وتبقى نفس بتاعت بره بالظبط. عايزه تصبعيها زي الكفته العاديه عادي، بس الحركه دي افضل. هنبتدي دلوقتي مع بعضينا. اهي الكفته واهي الميه، ودي الصينيه اللي هحط فيها، وهنا هعمل جنبها بطاطس مطلعاها هي برضو علشان اقشرها، وهعمل طحينه وشويه سلطه. خليكم معايا. ما تنسوش يا حبايبي، اللي مش مشترك في القناه يشترك ويفعل زر الجرس، وتكملوا الفيديو للاخر. خليكم معايا يا حبايب قلبي. هروح بس اعمل الكفته عشان نكسب وقت. هصبحها واوريها لكم طريقه التسويه ازاي. طبعا التصبيع زي ما انا ما قلت لكم، زي ما انتوا عايزين تعملوها على معلقه، على قلم، على سيخ، على اي حاجه. عايزين تعملوها عادي كفته زي كفته الرز كده براحتكم، بس انا هعملها بالمعلقه علشان تبقى داخلها هوا كده تبقى احلى. خليكم معايا حبايبي. انا كده صبعتها اهو زي ما قلت لكم. ده مقدار نص كيلو، يعني لو جيتي جبتيه من بره مش هيقطع معاكي الكميه دي. ما شاء الله. بصوا الصوابع، هي طبعا هتكش شويه، معروفه ان اللحمه بتكش. انا جايباها الصراحه مجمده، يعني ده المحل اللي بينزل محل الفراخ والكفته، معروف يعني عندنا في المنطقه وكده. فقلت بدل ما اجيبها من بره بيبقى يعني بال40 جنيه تجيبي كام يعني 4 صوابع والله. فانا جبتها اهي، دي تمنها 60 جنيه الكيلو. ده نص، انا جبت نصين، هعمل نص النهارده ان شاء الله بقى اعمل نص مره تانية، بس اما لقيتها حلوه يعني جبتها. بقى التسويه انا مش هحط عليها زيت لان هي بيبقى فيها دهون ابتدت حتى تنزل اهي. هحط لها بس نص كوبايه ميه، بس نص كوبايه ميه كده، وهوطي عليها، ولما تبتدي انها تتحمر هقلبها على الناحيه التانية وهرجع لكم. خليكم معايا. هروح دلوقتي اقطع البطاطس واقطع السلطه، على ما الكفته تكون خلصت نكون حمرنا البطاطس وعملنا الاكل معاكم. خليكم معايا حبايبي. كده حمرت البطاطس اهي، طبعا صفيتها على مناديل عشان ما تبقاش شاربه زيت، مقرمشه وجميله اهي، وبرش عليها كمون وملح ابيض. وهنا عملت جبنه بقوطه عشان خاطر محمد ابني بيحبها، وطبق السلطه البلدي بتاعنا، قوطه وخيار وجرجير اللهم صل على النبي وبصل. وادي حبايبي الكفته اهي خلاص خلصت خالص واتحمرت من غير ما ادخلها ولا فرن ولا اي حاجه، كده على البوتاجاز من فوق عادي. انت عايزه تدخليها فرن دخليها على الشوايه عادي، بس انا من غير فرن والله اهي. وهحط معاها حته فحمايه، دي التكايه اللي هتخليها زي بتاعه بره بالظبط. وعلى حته الفحمايه هنزل بالزيت كده هيطلع الدخان. ساعه سخنه. واروح ايه مغطيه كده على طول. الغطا كان سخن جدا مش عارفه ليه. ده العين قايده تحتيه يا خرابي. اهو يا حبايبي هسيبها بقى، وتعالوا بقى ايه نظبط الاكل كده ونقدمه. حبايبي وبكده اكون خلصت. ادي هي الكفته بتاعتنا اهي، عايزه ترش عليها شويه خضره بقرشي اهي متحمره وجميله. وادي طبق السلطه، وادي الجبنه، وادي البطاطس، وده كان غدانا النهارده. وما تنسوش يا حبايبي الاشتراك في القناه وتحطوا لايك وتفعلوا الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.